تمكن الأمير متعب نجل الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز والذي يلاحقه ولي عهد البلاد الأمير محمد بن سلمان بتهم كاذبة يبرزها الفساد من الهرب إلى تركيا عبر مطار الرياض الدولي، وذلك بعد أكثر من محاولة للهرب من بطش ابن عمه وبالأمراء به على وجه الخصوص، على اعتبار أنه كان أحد المرشحين لتولى منصب الملك في السعودية خلال حكم والده. وحسب المصادر السعودية فإن الأمير متعب تمكن من الوصول إلى تركيا بعد هروبه من المكان الذي يتواجد فيه بمساعدة مع قوات الحرس الوطني السعودية الذي كان يترأسها في وقت سابق، والتي لا تزال الكثير من القيادات يدين له بالولاء منذ تركه المنصب خلال الفترة الماضية، خاصة مع المحبة الكبيرة التي يحملها الحرس الوطني للأمير السعودي. وحسب المصادر السعودية فإن الأمير متعب حظي باستقبال شبه رسمي، حيث التقاه في المطار مقربين من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان واصطحبوه إلى مكان آمن، وتم تعيين حراس شخصية عليه من جهاز المخابرات التركية تحسبا لأي محاولة اغتيال أو مساسا بحياته. وحسب المصادر السعودية فإن الأمير متعب ينوي تنفيذ حملة لإسقاط بن سلمان آملا الحصول على دعم الإدارة الأمريكية، مؤكدا أنه شخص غير مناسب لحكم السعودية في المرحلة القادمة. وتظهر الحقائق والشواهد على مدار الأعوام الأخيرة أن مرض جنون العظمة يسيطر على ولي عهد البلاد الأمير محمد بن سلمان الحاكم الفعلي للسعودية، وهو من يهدد حاضر ومستقبل السعودية. وبحسب مراقبين فإن جنون العظمة مرض نفسي مصنف لدى المتخصصين في الصحة النفسية، وله أعراض ظاهرة منها وما خفي لا يظهر إلا وقت الأزمات. وتعد أسوأ أنواع هذا الجنون هي المرتبط بمصير ومستقبل الشعوب في الدول التي تحترم شعبها. يخضع المسؤولون لاختبارات عادة للتأكد من سلامته العقلية وأنهم لا يعانون من علا، وهذا ليس حكرا فقط على وظائف الرئاسة، بل يصل في معظم الوظائف التي هي مرتبطة بمصالح الناس، إذ لا يعقل أن يكلف شخصا بالتواصل مع البشر دون معرفة سلامة عقله. وتواترت تقارير عدة عند صعود محمد بن سلمان للسلطة كولي عهد لأبيه الملك أنه يعاني من أزمات عصبية ونفسية. وتشير بعض التقارير أن النرجسية هي سمة لا تخفى على كل من التقى به. ويرى المراقبون أن مرض محمد بن سلمان واضح من تحركات مؤسسة الدولة والبرامج الإعلامية ووسائل التواصل بضخ محتوى محدد عن القائد العظيم الملهم البطل الذكي الاستراتيجي النبيه منقذ العالم وربما المخلص على حد تعبير أحدهم. من ذلك أن محمد بن سلمان يسهر ليل نهار على متابعة محتوى تويتر وينشئ طربا بالشيلات التي تتغنى به. لم يتوقف الأمر عند هذا، حتى أن فكرة الفنون السعودية في مسرح باريس حرفت أغنية شعبية شهيرة له. عقلنة القرار السياسي وترشيده هي مهام الحكومة المنتخبة التي تمثل مصالح الشعب. في الاستبداد لا يوجد عقلنة ولا ترشيد ولا تفكير في مصالح الشعب، يوجد نموذج واحد هو رأي الحاكم الفردي المتفرد بالقرارات والأوامر والمستقبل وخيرات وأموال وحياة الناس وموتها. فعلى سبيل المثال يقول محمد بن سلمان بصريح العبارة: لقاء 60 دقيقة أنا لديه 30 مليون موظف، وبالتالي فإنه يتصور أن السعوديون يعملون عنده وليسوا مواطنين أصحاب حقوق ورأي. محمد بن سلمان ينظر لنفسه أنه قيصر منقذ العالم، ولا تخلو الكثير من تصريحاته ومشاريعه من هذا الوهم. وقد لخص الصحفي جرايم وورد من مجلة ذا أتلانتيك شخصية بن سلمان بأنه مصاب بمرض جنون العظمة خلال المقابلة التي جرت معه مؤخرا. وجنون العظمة حالة وهم الاعتقاد يبالغ فيها الإنسان بوصف نفسه بخلاف واقعه، فيدعي امتلاك قابليات استثنائية وقدرات جبارة أو موهبة مميزة أو علاقة مهمة ليس له وجود حقيقي. هذه الأوهام تقنعه بأنه مضطهد من قبل الآخرين، أو بأنه السبب الرئيسي لاضطهاده هو كونه شخص عظيم ومهم للغاية. وبحسب الدراسات الطبية يتخذ مرض جنون العظمة أشكالا متعددة ومختلفة، من أهم أعراضها الشك دائما في دوافع وأفعال الآخرين، عدم الوثوق بالغرباء أو المعارف أو الأحباء بدرجة مبالغ بها، الاعتقاد بأن لديك دورا أو أهمية خاصة في العالم غير معترف بها أو تم إحباطها من الآخرين. ولم تكن مجلة ذا أتلانتيك أول من وصف بن سلمان بجنون العظمة، فقد سبقتها عدد صحف واشنطن بوست وديلي ميل 2018 وناشونال انترستد وميدل إيست مونيتور في 2020 عند كلامهم عن تصرفاته الغريبة. ولقاء بن سلمان مع ذا أتلانتيك كشف بصورة واضحة جنون العظمة، والذي تجلى في أكثر من موضع ليؤكد حقيقتين متناقضتين: الأولى إحساسه بالتفوق ورغبته بالتميز والانفراد في كل شيء، والثانية شعوره بالاضطهاد والخوف وإحساسه بظلم الآخرين له. ومن الأمثلة التي تؤكد إصابته بجنون العظمة وصف بن سلمان مشاريعه بأنها فريدة ولا مثيل لها في جميع دول العالم، واستخدم أكثر من عبارة لتأكيد ذلك،
إننا لا نحاول أن نكون مثل دبي أو أمريكا. أعطني مثال على أن أحد المشاريع منسوخة لا يوجد. وتمادى ولي العهد في الافتخار بروسيا 2030 وقال بأنها لن تفشل أبدا، ولا يوجد شخص على هذا الكوكب يمتلك القوة لإفشالها، وأنه لا يمكنك إبطاؤها بنسبة 5%، وهذا أكثر ما تستطيع فعله. وذلك على الرغم من أن الأرقام تؤكد أن الرؤية لم تقدم الكثير للمملكة بعد سنوات من إطلاقها، وكذلك العديد من مشاريعها متلكئة وتواجه تعثرا شديدا. في المقابل حاول بن سلمان تقديم نفسه بأنه المختار للحفاظ على إرث العائلة الملكة، فادعى أن هنالك أكثر من 5000 فرد من عائلة آل سعود، وأعضاء هيئة البيعة اختاروه لكي يحمي المصلحة الخاصة بالملكية، بينما هو أكثر من نكل بأفراد العائلة الملكة، فاعتقل بعضهم وعذب آخرين. وجعل بن سلمان من نفسه مؤتمن من قبل الأسرة الملكة والشعب للحفاظ على مصالح الشعب السعودي، حين حكم على الملكية الدستورية بأنها لن تنجح وتعد خيانة وانقلاب على 14 مليون مواطن سعودي، في حين أنه لم يأتي ببيعة من الشعب أو الأسرة الملكة، بل جاء بانقلاب شهير على ابن عمه ولي العهد السابق محمد بن نايف. وقدم بن سلمان نفسه كمتبحر في الشرع بقوله إن القرار النهائي بشأن الفتاوى لا يأتي من المفتي بل من الملك، وكأنه أفنى نصف عمره في مجلس العلم وبين بطون الكتب، وحصر مهمة المفتي في الإجابة على الأسئلة اليومية للناس لينفرد هو باتخاذ القرارات المهمة، وكانه أحد الخلفاء الراشدين. وقدم بن سلمان دليل آخر على جهله بحديثه عن توثيق الأحاديث النبوية، وكأنها لم تخضع لعملية الضبط والتدوين والتوثيق على مدار قرون، وتكلم عن حديث الخبر وأجاز الاستدلال به بشرط أن يكون في مصلحة الناس، فجمع بين نقيضين: فضح جهله والتفاخر بما ليس فيه. وفي خضم إعجابه بنفسه كمفتي أباح توفير ما يجذب السياح للمملكة كالموسيقى والعادات الدخيلة على المجتمع من أجل توفير الوظائف للشعب والنهوض باقتصاد البلد، مبرر ذلك بقاعدة اختر الضرر الأصغر بدل الضرر الأكبر. لكن جوهر تبريره استند على قاعدة ميكافيلي: الغاية تبرر الوسيلة. أما السقطة الكبرى فكانت في معرض حديثه عن اعتقالات ريتز كارتون، حين قال: الخيار الثاني. كان سؤاله ما إذا كانوا يرغبون بأن يسلكوا طريق المفاوضات، فإذا اختار 95 منهم طريق المفاوضات، لذا لن يكونوا مجرمين. فوضع قاعدة غبية أن أي متهم يختار طريق المفاوضات لن يصبح مجرما. وما يؤكد إصابته بجنون العظمة تناقضه عند الحديث عن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في تشرين أول أكتوبر 2018، ففي الوقت الذي استصغر من شأنه بقوله أنه لم يقرأ أي مقال كامل له أبدا، وقل من شناعة الجريمة بقوله أن خاشقجي لن يكون من بين أول 1000 شخص على القائمة إن كانت هناك عملية أخرى ستجرى من هذا القبيل. وبدل التعاطف مع خاشقجي الذي قطع جثته بطريقة بشعة، أظهر مظلوميته وشعوره بالاضطهاد بعدم تطبيق المادة 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأن كل شخص بريء حتى تثبت إدانته، وأنه شعر بالألم لأنه لم ينل هذا الحق، مما يدلل على شعوره بالنقص الداخلي والرغبة بالتعاطف معه. تضمن المقال الكثير من الأمثلة التي تؤكد اضطراب شخصية بن سلمان وإصابته بجنون العظمة، هذا المرض الذي يدفع صاحبه للعيش في عالم نرجسي من أوهام العظمة من جهة، ويجعله يشعر بالظلم والاضطهاد من قبل الآخرين من جهة، ويجعله من جهة أخرى ما يدفعه للعدوانية والانتقام منهم، خصوصا إن كان صاحب سلطة. حاول بن سلمان تقديم نفسه كعظيم، فعرض إنجازاته الوهمية وتطرق للكلام في أكثر من تخصص، مظنه أن يكون ذلك مدعاة للفخر، فكثرت سقطاته ولغطاته وبرزت عيوبه التي كان يخفي بعضها بسكوته، يثبت أنه لا يملك مقومات العظمة التي يدعيها لنفسه، بل يمتلك مرض جنون العظمة.